السلام عليكم، معكم نور. النهارده هنعمل مع بعض كبده بتاعه الشارع اللي احنا كلنا بنحبها. هعملها لكم بقى في البيت بطريقه حلوه هتعجبكم جدا وسهله ومش تاخد منكم اي وقت. ممكن تعملوها مع عيش بلدي وطحينه ومخلل وكده، او ممكن تعملوها مع مكرونه، او ممكن في ناس بياكلوها مع رز البسمتي. هتحبوها وتحبوكم جدا. ويا بقى لو كمان مع عيش فينو وعصرة ليمون كده بتبقى تحفة. يلا بقى نجربها، وكل اللي هيجربوها يقولوا لي في الكومنتات هم عملوها ايه وحبوها ولا لا. وهنجرب بقى المكرونة الحلوة دي معاها، تبقى حلوة جدا جدا. خليكم يلا معايا. وكل اللي ما عملوش اشتراك للقناة بتاعتي يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي. يلا نشوف بقى كده مع بعض الطريقة. اول حاجه كده هنسخن طاسه كويس على النار، وننزل بيها بشويه من الزيت، يعني مثلا ربع كوبايه من الزيت. واول ما الزيت يغلي كده هننزل عليها بالكبده. دي كبده بلدي مقطعاها رفيع او تقطعها مكعبات او تقطعها براحتك لو عايزاها كامله يعني عريضه. واول بقى ما تاخد لون هتفضلي تقلبي فيها كده لحد ما تاخد بقى اللون البني ده. اول بقى ما تلاقيها كده غيرت لون هتنزلي بقى بمثلا معلقه كده كامله من الثوم المهروس، وانا بحب احط عليها معلقتين سمنه بلدي. وحطيت كمان معاها حته من الليا، ورشيت بقى رشه الملح بتاعتك، وشويه الفلفل الاسمر، وشويه كمون، وشويه كزبره. حطيت بقى ربع كوبايه من الخل عليها، وهقلب كويس جدا كل الكلام ده مع بعض كده. طبعا السمنه البلدي مع الليا مع شويه الزيت اللي احنا حطيناهم في الاول مع الخل والثوم بيطلعوا روايح تحفه. هنزل بقى ببصل كده وفلفل مقطعاه جوليان، ممكن تقطعيه مكعبات صغيره لو انتي حابه. هنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض لحد ما البصل والفلفل كله يدوب. ونوطي النار عشان الدهون اللي احنا حطيناها ما تتشربش كلها والكبده تتحرق منك. بتوطي النار خالص عليها يعني شمعة، وتغطيها وتسيبيها. وبعد بقى ما تخلص هتطلع بقى بالشكل العسل ده. معاكي بقى عيش بلدي، عيش فينو، هتحطيها مع مكرونه، هتحطيها مع رز بسمتي. بصي هي ماشيه معاكي بكل حاجه، بجد من احلى الاكلات السهله والسريعه والمفيده جدا. طبعا كلنا عارفين فوائد الكبده، مفيده جدا لو هتعملها للاطفال ما تحطيش بقى التوابل، اكتفي بالكمون والملح وممكن شويه الكزبره. ما تحطيش خل، ممكن تحطي الليمون. تحطي ما تحطيش زيت، ممكن تحطي شويه زيت زيتون او معلقه سمنه بلدي ونشوحها كده تبقى طعمها حلو قوي. يلا بقى نشوف مع بعض كده بقى تسبيكة المكرونة. حطينا معلقتين سمنة على معلقة زيت، وهنزل عليهم بمعلقة من الثوم المهروس لحد ما بقى الثوم كده يدبل، مش يحمر ولا يغمق، يدبل بس كده. هنزل عليهم بقى فلفل اسمر وشوية الملح.
واقلب كده لحد ما الفلفل الاسمر يطلع كده ريحته مع الثوم. هنزل بقى بشويه من الخل، هو بيعمل شويه فوران كده، معلقتين كبار من الخل. وبعد كده انزل بقى بصلصه الطماطم. هبقى انزل لكم ازاي تطلعوا صلصه الطماطم حمرا كده وحلوه كده، وما تهدروش في الطماطم. يعني بتجيبي الطماطم ومتهدريش فيها، بتطلع معاكي لونها احمر قوي كده من غير اي بقى اضافات ولا بنجر ولا لون طعام ولا اي حاجه من الحاجات اللي بيحطوها دي. وهسيب بقى الطماطم. ما حطيتش على فكره مع صلصه، انا طماطم حمرا كده لوحدها، ما حطيتش صلصه ولا حطيت بنجر ولا حاجه. سيبها بقى تتسبك لحد ما الزيت بقى يطلع على الوش كده، تبقى كده الطماطم اتسبكت. سلقنا بقى المكرونه اللي هي المكرونه الصغيره دي. طبعا انا نزلت طريقه سلق المكرونه كذا مره. وادي المكرونه حمرا اهي، شوفوا لونها احمر ازاي، جميله 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 بجد يعني. ويا لو تاكليها سخنه. على فكره انا من عشاق المكرونه في العيش البلدي، بحب اعمل كده العيش البلدي اقسمه 2 واحط فيه المكرونه، انا بعشقها جدا جدا. واحط الكبده فوق. شكل المكرونه اهي جميله بجد تفتح النفس. جربوا بقى الاكله دي وبجد هتدمنوها زي ما انا بدمنها، من احب الاكلات لقلبي الصراحه. وبرضه هقول لكم تاني، اللي ما يشوف الفيديو ده وما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه، ويا ريت يفعل على الجرس عشان يوصله كل جديد. عايزين القناه بتاعتي تكبر باذن الله، وهتكبر بيكم عشان اقدم لكم اكلات حلوه وكتير. يلا يا حبايبي، كل اللي يجربوها الف هنا وشفا على قلبكم. سلام.